وليد سلطان هيوهم طه ان اللي امر السيرفيس انه يقتل ابوه هاني برجاز، عشان السيد الوالد شافه في فعل فاضح مع احدى الشباب المومس، وهيشجع طه على ان احنا الاتنين نحط ايدينا في ايد بعض ونحقق العداله بطريقه السيد الوالد. وفعلا طه بيروح للعجله هاني برجاز وبيكتشف ان اليوم اللي ابوه فيه اتقتل هو نفس اليوم اللي هاني برجاز فيه كان بره مصر. فازاي كان بيتقنقن في اوضته وابويا بيتفرج عليه؟ طه راح البيت ودور على الجزء الناقص من مذكرات ابوه لحد ما لقاها، وعرف الحقيقه ان اللي امر السيرفيس بقتل ابوه هو وليد سلطان. وبيستعد طه عشان اخيرا ينفذ العداله على الارض بالطريقه اللي ابوه اختارها لنفسه وليه. في المحكمه عادل عيسى مستني اللحظه اللي هيقوم فيها يهتف بيحيى العدل والعدل فوق الجميع، لكن بيتفاجئ ان اساتذه القانون اللي اشتراهم فهمي الكاشف بيهلهلوا شهاده فاديه امام المحكمه ويخلوها غير قابله للمنطق او الصحه، وبناء عليه المحكمه حكمت ببراءه نشأة الكاشف لعدم كفايه الادله ضده او حتى ثبوت شهاده الشهود. بدل ما عادل عيسى هو اللي يفخر بعداله بلده وقضاء بلده، بقى فهمي الكاشف هو اللي بيفخر بيها وبيوجلها كمان. وهنا كفر عادل بالعداله اللي كان مؤمن بيها وقرر يقضي على قانون ساكسونيا. طه كان عكس عادل، ظروف طه هي اللي فرضت عليه طريق تراب الماس، ميراث السيد الوالد من ظلم وقهر اتعرض له طول فتره شبابه، هي اللي خلته كاره لكل ظالم وفاسد في مجتمعه. وطه مش هيسيب دم ابوه يروح كده، فبيسمم وليد سلطان بتراب الماس. وعادل عيسى بيقتل فهمي الكاشف انتقاما منه عن كل الفساد والظلم والعنجهيه المبالغ فيها والاستهتار بحياه واحد زي مرسي السويفي. مرسي السويفي اللي مفيش فرق بينه وبين حسين الزهار ابو طه اللي جاله شلل سفلي بخطأ طبي ومعرفش ياخد حقه. عادل بينتصر لقانون الغابه للحظه، وبعد ما قانون الغابه بيأدي غرضه وهو القضاء الفوري على فهمي الكاشف وعينته